ازيكم يا أمراء؟ انا جاي اتكلم معاكم في حاجه يعني شغله تفكيري وكده، فقلت اطلع اتكلم معاكم فيها. طبعا انا قلت كذا مره ان انا من بورسعيد، واغلبيتكم بقيتوا عارفين ان انا يعني من بورسعيد. في آه ترند كده طالع عندي في بورسعيد. بنوته قتلت مامتها. طبعا بجد انا زعلانه قوي. الناس بتطلع في الكومنتات: حصل وحصل وحصل وميه مغليه، ولا معرفش عملت ايه والولد وكده. ليه ما نخليناش في حالنا؟ يعني ليه انتوا ما تعرفوش حصل ايه ومش موجودين في الواقع، وتقعدوا تقولوا حصل وما حصلش انتوا مالكم؟ بجد يعني زعلانة قوي من الناس. قعدت اقرا شوية كومنتات في كل المواقع بقى، في كل مواقع جروبات بورسعيد والقاهرة و... وجروبات كتير برضو. يعني الموضوع منتشر، معرفش انتوا تعرفوا ولا لا، بس اكيد وصل لكم. ليه؟ يعني الناس اللي بايديها هي اللي بتطلع ترند، وهي برضو اللي يعني بتوقع. ليه عايزين تطلعوا ترند؟ طلعوا ترند واحد بيقول قرآن، طلعوا واحد بيقول أحاديث، واحد بيقول حاجة صح، واحد بيتكلم عن الحياة تعمل ايه. يعني في 1100 بيتكلموا عن المواضيع دي. في ناس كتير قوي بتطلع تقول أحاديث وقرآن، وتقول حاجات تنبهنا وتعلمنا. ليه بقى بتمسكوا في الجرايم وفي الحاجات دي، وتسيبوا الحاجات الجميلة وتطلعوا الحاجات الوحشة ترند، وتطلعوا وتسيبوا الحاجات الجميلة ما تطلعهاش ترند؟ مش هقول عشان أنا زي طبعا ما كله بيقول انتوا شعب مصري تحبوا البلا بلا بلا، تقعدوا تتكلموا وخلاص. ليه مش كل واحد يخليه في حاله، يشغل دماغه بحاجة تانية، يشغل دماغه في حياته؟ كلنا عندنا مشاكلنا وحياتنا و... والحياة مش جميلة. مش جميلة قوي للي انتوا تبقوا 24 ساعة فاتحين النت وتكتبوا وتكسروا بخاطر الناس، وتقعدوا ده حصل وما حصلش انتوا في الواقع اصلا انتوا موجودين، انتوا زيكوا زي قاعدة اهو في بيتي واكلمكم. انتوا قاعدين في بيوتكم وماسكين التليفون ومش راحمين حد. اي حاجة تشوفوها لازم تتكلموا، لازم تقولوا رأيكم. في ناس بقى تقولك انا مرتاحش الا لما اقول رأيي. طب ما تسكتي، فلتكن خير او لو تصمت. اسكتي، خلي بقك يسكت شوية، خلي ايديك اللي بتكتب دي تسكت. يعني بصوا اقسم بالله ساعات بقول ايه: اللي معهوش موبايل ده ليه الجنة، اللي مش بيعرف يكتب ويقرا ليه الجنة. يعني انتوا يا ناس يا متعلمة يا جميلة يا اللي حافظين القرآن و... ومتعلمين وعارفين ان ده صح وعارفين ان ده غلط، ليه بتعملوا كده؟ مش عارفين ان الكتابة دي هتقعد ترفع وتخلي الناس تتكلم على البنت؟ ما هو ده ترند. الناس تقعد تكتب وتتكلم، وكتر الناس بيطلع الموضوع ترند، الكل بيعرف. تقعدوا بقى مش سايبين سيرة البنت مامتها ماتت. يعني الحرمة ما يجوز عليها الا ايه؟ كلمة الله يرحمها اللي انا بقولها دي. انا عرفت اللي هي ماتت دلوقتي، الله يرحمها. إيه؟ الفاتحة على روحها. لكن ليه نقعد نقول ده حصل ما حصل؟ اصلا لو كانت عايشة بجد كانتش هتقبل إن واحدة ولا واحد يتكلم على بنتها غلطانة. اه بيقولوا اللي هي غلطانة، انا معرفش، ربنا اللي شايف وربنا اللي شاهد وربنا اللي سامع. ربنا اللي شاهد على كل حاجة، هو اللي عارف مين اللي غلطان ومين الصح، وحصل ايه وما حصلش ايه. مش احنا، ومش احنا اللي هنحكم عليها. يعني كفاية كلامكم بجد. هي تتعاقب في الحقيقة في الدنيا،
ولو حصل لها حاجة تتعاقب في الآخر. ليه احنا نقعد نجرح بقى ونقعد نقول دي قلة الأدب، دي مش متربية، دي ودي 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 ودي. بجد مامتها لو كانت عايشة ما كانتش هتسمح لنفر يتكلم عليه. أو تعالوا نحطوا نفسنا كده، أو بناتكم في موقف من اللي بيحصل للبنات، أو عامة اللي بيحصل، اللي كل ما يحصل حاجة نطلعها ترند، كل ما يحصل مشكلة نطلعها ترند، تقعدوا تتكلموا نطلعها ترند. لو حصل مشكلة محدش عارف ايه اللي بيحصل في حياته، ومحدش عارف بكرة في ايه. انا ممكن بكرة بعد شوية يحصل لي حاجة، ممكن بكرة دي تحصل لها حاجة، محدش ضامن حياته ممكن تحصل ايه. يعني تعالوا كده نفكر، لو حصل لنا حاجة هل هتقبلوا انه سمعتكم وان اسمكم يبقى على كل مواقع التواصل الاجتماعي؟ اكيد لا. احنا لو حصل لنا موضوع قد كده في بيوتنا بنقولش، اسكتي ما تقوليش، عشان ما يحصلش كذا. الامهات الكبيره عشان ما نتفضحش، انت عايزانا نتفضح ما اعرفش ايه، وانت اسكتي ما تقوليش لحد. وانتوا ما شاء الله عليكم يعني ما بتسموش على حد. مش قصدي الناس اللي بتتفرج عليا، انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان بجد متضايقه قوي. مش في ناس محترمه وجميله وبتسكت، مش لازم تكتب، مش لازم يعني بتتحكم في ايديها وفي صوابعها وفي بقها، بتتحكم اللي هي ما تقولش حاجة تكسر الخاطر. انتوا عارفين في برضو موضوع حصل في بورسعيد عندي، في الأمل. انا معرفش انتوا تعرفوا الأمل ولا لأ، بس اللي من بورسعيد هيبقى عارف انا بتكلم على ايه. احنا عندنا كده في بورسعيد مناطق زي اسكندرية، الناس اللي من اسكندرية عندكم مناطق كده، وزي دمياط برضه مناطق ليها اسمها. احنا عندنا هنا في منطقة اسمها الأمل، كان في ترند طلع عليها، انا خالي وننتي ساكنين هناك في الأمل. انا خالي ما يعرفش ولا ننتي تعرف، يعني هما الناس اللي ساكنين هناك ما يعرفوش ليه؟ عشان مش معاهم موبايل. يعني بجد انا الموبايل ده والله العظيم انا محباه بسبب اللي بيحصل. فكرة الموبايل وإيديكم اللي ما بتسكتش، واللي لازم تقولوا رأيكم السلبي السخيف، مش حباه. اللي حصل كان في واحد يعني تعدى على بنوتة ونزلوها انا عرفت من الفيس وانا نمتي وخالي ما يعرفوش. والفرق ايه؟ الفرق عمارتين من العمارة اللي حصل فيها الواقعة دي. وانا اللي عرفت من الفيس ومن الجروبات ومن كلام الناس اللي ما بيرحمش حد و... وليه؟ بجد بزعل قوي. انا طالعه اكلمكم دلوقتي وزعلانه. ارحموا الناس، ارحموا الناس بجد زي ما قلتلكم. لو عايزين تطلعوا حاجه ترند، ما بشوفش قرآن طالع ترند بجد، ما بشوفش حاجه حلوه تحفزنا في الحياه او تخلينا نمشي صح ونمشي عدل في الحياه طالعه ترند. مش بشوفش واحدة تكون بتتكلم عن حاجة لمصلحة شخص، أو آه، امشي في كذا يهديك ومعرفش ايه طالعة ترند. بالعكس بشوفهم أصلا الناس ما بتحبش تتكلم في كده، إنما نسيبها الناس تموت في كده تقعد تتكلم بقى. بجد ربنا يهديهم، ربنا يهدي الناس اللي ما بترحمش وما بتسكتش في ايديها دي. وزي ما قلت، فلتقل الخير أو لا تصمت. عيشة زمان كانت جميلة. يعني أنا مش كبيرة للي أنا أقول عيشة زمان كانت جميلة، بس اللي بسمعه من مامتي الناس كانت في حالها قوي. يعني ماما بتقعد تحكي لي الناس كانت في حالها بزيادة، وكانوا كل واحد قافل على نفسه و...
وما بيحبش يحشر نفسه، وما بيحبش يتدخل في حياة حد. لا دلوقتي كله بيموت في اللي هو يتدخل في حياة التاني، كله عايز يعرف في ايه وحصل ايه ومعرفش ايه. كلهم متطفلين زيادة عن اللزوم يعني. ليه؟ ليه ما يبقاش متربيين تربية بابا وماما؟ وفي ناس بقى بتستفزني اكبر من بابا وماما وهما اللي يتكلموا، اللي بيعرفوا يكتبوا، وهما اللي يقولوا كذا وكذا. واللي يستفزني ادخل على الصفحة تلاقيها منزلة قرآن وبسم الله ما شاء الله عليها، تقعد تشتم وتقعد تقول حصل وما حصلش. عرفتي حصل وما حصلش منين وانت قاعدة في بيتك؟ او عرفت حصل وما حصلش منين وانت قاعد في بيتك ومتعرفش حاجة؟ للدرجة دي حياتك فاضية؟ للدرجة دي حياتك فاضية للي انت تقعدي تكتبي ده البنت كذا والبنت كذا ومعرفش ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ربنا ينتقم منها. انت عارفة اللي هي قاتلة مامتها بجد؟ احنا منعرفش، كلام بيتقال، كلام بيتقال. كما تدين تدان. انا ماشية بالجملة دي قوي قوي بقى في حياتي بجد. كما تدين تدان. هتقول كلمة وحشة هتتردلك، هتعمل حاجة وحشة هتتردلك، هتبقي نقلت كلام وتقعدي تقولي حصل وما حصلش وي وي وي. هيحصل لك موضوع وهينقلوا كلام عليكي. خليكي في حالك. مش عارفة الناس اللي بتشغل دماغها قوي دي بتعمل كده ليه بجد؟ تعرفين إيه سعاد حسني؟ سعاد حسني طبعا انا اعرفها من التلفزيون، إيه من الافلام بتاعتها، فعارفاها من الافلام، ونجمة جميلة. سعاد حسني دي ماتت امتى؟ ماتت وتقريبا مامتي في الدبلوم، يعني بقالها كام سنة، 20 سنة تقريبا، حاجة و20 سنة لغاية دلوقتي بتتكلموا عليها. والست خلاص طلعت لربنا، وحياة ربنا خلاص عند ربنا. 20 سنة ولا أكتر من 20 سنة وبتقعدوا تجيبوا في سيرتها. جوزها لا، صاحبتها لا، الشغالة لا، رجل أعمال لا، معرفش ايه. وطبعا محدش يعرف ايه السبب الحقيقي. خلينا في حالنا شوية عشان ربنا يرضى علينا، وعشان في آخرتنا يبقى في حاجة حلوة. يعني نقرأ قرآن ونشغل بالنا بالأذكار ونشغل بالنا بحياتنا. ولو عندكم عيال اشغلوا بالكم بعيالكم ومشاكلكم عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. دول الكلمتين اللي انا كنت عايزة اقولهم. بجد بجد اتمنى الناس اللي ما بتريحش نفسها تتفرج على الفيديو ده. بس سلام.